اسرع حلوى ممكن تعمليها لاولادك وكمان بطعم الابل باي. يعني بصراحه في منتهى الجمال، مش هتاخد منك وقت ولا اي تكاليف في اي حاجه. حبه دقيق، يعني حوالي 300 جرام من الدقيق مع رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من السكر، ومش أكتر من كده. وبتقلبيهم، وبعد كده بتنزلي بقى بالمية. أنا المعيار ما خدتهوش لأن أنا فضلت أنزل شوية بشوية لغاية لما لمت معايا. أنا ما بنزلش بالمية مرة واحدة عشان ما تسرحش مني واحتاج دقيق وبعد كده أحط مية، لا، لازم تحطي بشوية بشوية لغاية لما تلم معاكي وتبقى لينة. وبعد كده بقى بتشيليها من البولة وتحطيها على الرخامة، تفضلي تفردي وتلمي لغاية لما تبقى طرية معاكي. بتسيبيها بس من ربع ساعة لنص ساعة، مش هتخمر لما فيهاش لا خميرة ولا بيكنج باودر، لكن علشان ترتاح معاكي وتعرفي كمان تفرديها وتبقى لينة في ايديكي. وبعد كده خدتها بقى على الرخامة بتاعتي، رشيت بس قليل من الدقيق وخدت بس جزء من العجينة، لان القطعة التانية هقول لكم هعمل بيها ايه تاني وهوريهاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وخدت القطعة دي فردتها على شكل مستطيل، وزي ما انتوا شايفين انا هنا عملتها رقيقة، ما عملتهاش بصراحة سميكة. لو انت عايزة تخنيها شوية تخنيها عن كده لو حبيتي براحتك، بس انا حبيت اعملها رقيقة. وبعد كده رحت مسوياها من الاطراف علشان لما اجي اقطعها تبقى كل قطعة متساوية بمقاس صابعين كده زي ما انتوا شايفين. بص، خدت علامات وبالسكينة بقى رحت مقطعاها شرايح زي كده، بس كده. وتقطعيها على كده وزي ما انتوا شايفين شرايح. وطبعا اللي انا قطعته من الجناب ده انا هعمل بيه حاجة تانية. جبت هنا اللي اتقطع من الحروف، عملت هنا ضفيرة، وفي اجزاء تانية لفتها كده برمتها. فبرضه هقلي كل الاشكال دي، انا مش هرمي حاجة، كل ده هيتقلي في الزيت. بص الضفيرة بتاعتي حلوة ازاي. وبعد كده عايزة تسيبيها بالطول وتقليها، لكن انا لفتها كده دايرة، عملتها زي الكحكة. وبعد كده جبت الزيت بتاعي بعد ما سخن، رحت نازله بقى بالشرايح العجين زي ما انتوا شايفين. هتتنفخ عندي على الرغم ان لا فيها بيكنج باودر ولا فيها كمان اي نوع من الرفع، لكن هي عشان ارتاحت. وكمان لو عملتيها سميكة شوية ممكن هتلاقيها كمان اترفعت عن كده. والله فعلا بطعم الابل باي بالظبط جدا. طبعا انا بقى هنا صفيتهم وعملت الكميه بتاعتي كلها وقلتها زي ما انتم شايفين، حطيتها على ورق زبده عشان تنزل الزيت بتاعها عقبال ما اخلص بقيه الكميه. انا هنا خلصت يعتبر، يعني الكميه ناقص بس اللي هي الضفيره واللي عندي ديت هقليها وخلاص. بصوا انا عماله ارش الزيت عليها من فوق كمان. وبعد كده بقى حبيت ان انا اديها بقى طعم، رحت جبت طبق حطيت فيه حبة سكر ورشة من القرفة ورشة من الكاكاو بتاعي، ورحت مقلباهم على بعض. وبعد كده خدت بقى يعني زي شريحة شريحة وفضلت اغمسها في قلب الخلطة بتاعت السكر بالقرفة والشوكولاته اللي هي الباودر اللي هي الكاكاو. وهخلص الكمية على كده. عندك نوتيلا؟ يا سلام، لو عندك نوتيلا بقى تبقى حكاية. انا سبت كام واحدة كده، جبت النوتيلا ورحت حطيت في الطبق، وطبعا كانت احلى تغميسة. استنوا بقى عشان تعيشوا معايا اللحظة. بصوا بطأت لكم الصورة علشان تحسوا بالإحساس اللي أنا حسيته وأنا بقطعها وبغمسها في الشوكولا. ومش عايزة أقول لكم كنت طايرة، وبصراحة كانت من أحلى الحلويات اللي أنا عملتها لولادي. بصراحة كانت جميلة جدا، وبصراحة أنا اللي استفدت في الأكلة، أنا اللي كلت معظم الطبق. عايزاكي انت كمان تعيشي اللحظة زي اللي انا عايشاها كده. هتقومي دلوقتي، انا واثقة انك هتقومي بحبة دقيق ومية ورشة الملح والسكر، هتقومي تعمليها لولادك وهتعملي نفس الطريقة دي وهتعجبهم جدا، وكل شوية هيقولولك قومي اعملها لنا. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنسينيش في اللايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.